ايه الاخبار؟ انا عارف انك ما دخلتش على الفيديو دوت الا ولانك مكسور وحزين وبتدور على حاجه تطبطب على قلبك وتفرش كربك وهمك. ما هو اللي انت فقدته يا صاحبي مش حاجه بسيطه، ده انت فقدت شخص عزيز جدا على قلبك، ويمكن كنت بتشاركه في كل حاجه، يمكن كنت بتصحى وتنام وشك في وشه، اتعودت عليه حتى ولو ما كانش ما بينكم حب مكسر الدنيا، على الاقل يعني كان ما بينكم عشره، ذكريات مشتركه، اماكن كنتم بتروحوها مع بعض، اهداف واحلام مشتركه، ويمكن كمان كان بينكم اللي اكبر من كل ده، الاولاد اللي هي ثمرة علاقتكم وعشرة السنين الطويلة ما بينكم. ولو كان بينكم بقى حب حقيقي وتعلق قلبي يبقى الصدمة اصعب واصعب. علشان كده انا هقول لك على حاجة اول مرة هتسمعها في النوعية ديت من الفيديوهات. انا عايز اقول لك ان انت عندك كل الحق في انك تزعل او انك تزعلي، ما هي العشرة يا صديقي ما تكونش الا على اولاد الحرام. علشان كده هقول لك ازعل وعيط، ادي لنفسك فرصة للحزن والعياط، لان دوت اللي هيهون عليك كتير وهيغسل همومك واحزانك. ولو انت راجل حط في بالك ان العياط مش عيب خالص، وانسى الكلام اللي كانوا بيقولوه لك زمان انت راجل والراجل ما يعيطش، انسى الكلام ده. لا، عيط عادي حتى ولو بينك وما بين نفسك، صدقني هترتاح جدا. بس خلي بالك اوعى تطول في حزنك علشان ما يجلبش لاكتئاب، لازم توقفه لو حسيت انه هيستمر معاك كتير. ولو انت وصلت للمرحله ديت، مرحله الحزن العميق اللي هو مش قادر تتخطاه علشان فقدانك للحبيب، يبقى انت محتاج تتابع الفيديو دوت، لان فيه الخلاصه، تقدر تقوله كده فيه الزتونه اللي هتخليك تتخطى حزنك بعد خروجك من اي علاقه عاطفيه سواء كانت فاشله او حتى ناجحه. بس في البدايه انا عايزك تعرف ان الحلقه ديت مش تحريض خالص انك تسيب شريك حياتك، ولا احنا بنوجع ما بينكم لا سمح الله. الحلقه ديت لو انت بالفعل انفصلت عن شريك حياتك وتاكدت مما لا يدعو لاي مجال للشك انكم ما تنفعوش لبعض لاي سبب بقى، ودلوقتي انا جاي اساعدك واقول لك على اهم الخطوات لتتخطى الصدمه بعد الخروج من علاقه عاطفيه. اول خطوه هي انك لازم تحزن. ما هو ما ينفعش ابدا انك تبقى خارج من علاقه دامت لسنين وفيها صنعت مع شريك حياتك ذكريات كتيره وحلوه، وبعدها تطلع تضحك وتهزر وكأن مفيش حاجه حصلت. لا، ما ينفعش، لان ده ببساطه اضطراب في السلوك ومحاوله لانكار الواقع، وطول ما انت بتنكر الواقع يبقى لا يمكن ابدا هتتعافى من الاحزان بتاعتك. والنموذج ده احنا بنشوفه كتير اليومين دول على ارض الواقع. يعني هتلاقي فنانه مشهوره مثلا اتطلقت وبعدها يوم واحد بس طلعت تتصور وتضحك وكأن مفيش حاجه حصلت. ولا الموضه المنتشره ما بين بعض البلوجر اليومين دول اللي بعد ما بيتطلقوا يطلع يقول لك ان الطلاق يعني نعمه وحريه، وده يفسر اضطراب الشخصيات. فتلاقي واحده مثلا بتحلق شعرها، واحده تانية بتتصرف تصرفات غريبه عمرها ما كانت شبهها. فخلي بالك، انا مش بقول لك وقف حياتك على شخص معين، ولا بقول لك ان الحياه عمرها ما بتقف على حد، لكن بقول لك انك لازم تدي كل حاجه حجمها الطبيعي. لازم تدي لمشاعرك وقتها، ما ينفعش تتجاهلها ولا انك تبين عكسك، والا هتتجلب معاك بنتيجه عكسيه. من الاخر كده ما تجوحش. ندخل بقى على الخطوه الثانيه. حاول على قد ما تقدر تعزل نفسك، على قد ما تقدروا ابعد عن التجمعات الكبيره، واكتفي باقرب الناس ليك، هم اللي لازم يبقوا حواليك في الوقت دوت، زي اسرتك مثلا او صديق مخلص ليك بمثابه الاخ او اكتر. السبب في العزله ديت انك محتاج تدي لنفسك وقت علشان تفكر وتراجع حسابات، محتاج تبعد عن الدوشه والناس، عن الجيل والجال، عن اي حاجه ممكن تعكر فكرك. بس خلي بالك حتى في الفتره ديت ما ينفعش ان هي تطول، لازم تاخد وقتها وتروح لحالها، زي فتره الحزن اللي انا كنت لسه بكلمك عنها من شويه. الخطوه الثالثه، بلاش تخلي عواطفك هي اللي تتحكم فيك. في الفتره ديت بالذات انا عايزك تحكم عقلك على قد ما تقدر وتركن عواطفك على جنب. انت خلاص خدت القرار واتاكدت منه، يبقى ما عادش في مكان للعواطف. مهم جدا كمان انك ما تظلمش نفسك وتحكم عليها بالفشل. مش معنى انك ما قدرتش تنجح في العلاقه ديت يبقى انت فاشل او وحش، ولا حتى ده معناه ان الطرف التاني وحش. كل الحكايه انكم ما قدرتوش تتوافقوا مع بعض، شخصياتكم ما ركبتش على بعض، شخصياتكم كانت مختلفه جدا لدرجه انكم ما قدرتوش تكملوا مع بعض. دلوقتي بقى جه دور اهم خطوه، وهي الخطوه الرابعه اللي فيها لازم تعتني بنفسك وتهتم بيها. شوف انت بتحب ايه وتعمله، بس خلي بالك الخطوه ديت لازم تتم بعد ما تمر بكل الخطوات اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عنها. في الخطوه ديت كمان ممكن تتعلم حاجه جديده، لان ديت اكتر حاجه ممكن تستثمرها في نفسك، انك تعلمها وتثقفها. جينا بقى للخطوه الصعبه. قبل ما تنفذ الخطوه ديت لازم تعرف انك ممكن تفشل مره واثنين وثلاثه، مش مهم، لان في المحاوله لازم يكون فيها نجاح بعدين. فلو بتعد معايا هتعرف ان ديت الخطوه رقم 6، واللي هي اوعى تتعثر في ماضيك. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك.
اي علاقه عاطفيه اكيد سابت معاها ذكريات جميله في قلوبنا، واللي يقول لك انا ما شفتش معاها يوم حلو، واللي تقول لك انا ما شفتش منه الا كل شر، انا ما تهنتش معاه يوم واحد، يبقى ده بيقول لك اي كلام. وعلشان ابقى صادق معاك، حالات نادره جدا اللي ما بتسيبش في نفوسنا ولا ذكرى طيبه، لكن في الغالب يعني اي علاقه عاطفيه بتسيب ذكريات حلوه في ذاكرتنا. اهو الذكريات الحلوه ديت يا صديقي اوعى ترجع خطوه لورا، اوعى تخليك تحن للماضي ما دمت انت متاكد من قرارك ده. فانت ممكن تسالني طب اتاكد ازاي؟ فاجابه السؤال ده محتاجه حلقه لوحديها او اكتر، فممكن ابقى اعمل لكم اكتر من حلقه عليها. لو مهتمين اكتبوا لي في التعليقات تحت. خليني ادي لك مثال على الحنين للذكريات ديت. لو انت وشريك حياتك او اللي كان شريك حياتك دوت كنتوا متعودين انكم تشوفوا فيلم مع بعض، ولاجل الحظ صدفك الفيلم دوت بعد انفصالكم، اكيد قلبك هيحن، ممكن يحزن على الماضي. او مثلا لو انتوا وخطيبك كنتوا متعودين تروحوا مكان معين كل مدى كده، وبالصدفه مريت عليه، اكيد هتفتكر اللحظات الجميله اللي كانت ما بينكم قبل كده. فالذكريات دي يا صاحبي ممكن تعطل عمليه التعافي، وممكن تخليك تندم على قرارك دوت وتقول يا ريت اللي جرى مكان. وعلشان تحل المشكله ديت اتجنب اي حاجه ممكن تفكرك بشريك حياتك اللي انفصلت عنه، ولو لازم الامر حاول انك تشغل نفسك باي حاجه علشان تنسيك الذكريات ديت. صدقني لو طبقت الخطوات ديت بحذافيرها، هيجي يوم لما تفتكر ذكرياتك مع حبيبك القديم تبتسم ابتسامه عريضه بدون اي غضه في القلب ولا ندم على اللي فات. بس انت خد وقتك وما تستعجلش دلوقتي. وفي سابع خطوه انا عايزك تمتن للماضي، بلاش العشره والحب يتحول للكره، اصل الكره مش بيدمر غير صاحبه، وانت لما انفصلت عن شريك حياتك كنت بتطمح لحياه افضل، فبلاش تخلي الكره يدمر حياتك. الخطوه الثامنه، ارجوك اوعى تتسرع وتدخل في اي علاقه جديده، دي اكبر غلطه انت ممكن تعملها في حقك وحق الطرف الثاني. اوعى تدخل علاقه جديده علشان تنسى القديمه، بالعكس عمرك ما هتنساها، عمرك ما تنسى العلاقه القديمه ديت، وهتبقى بتظلم الطرف الجديد. فلما تتعافى تماما ممكن ساعتها تفكر في دخول علاقه جديده. واخيرا يا صديقي، لو الشخص اللي نهيت علاقتك بيه اذاك ومرر عليك حياتك، سامحه علشان سلامك النفسي مش علشانه. بس ارجوك اوعى انك يعني مثلا تنسى الاذيه اللي هو عملها معاك وتحاول انك ترجع له تاني، لان في اشخاص بيحبوا رغم الاذى، ومجرد ما يسامحوا ممكن يرجعوا. عشان كده انا بقول لك اوعى ترجع لمجرد انك سامحت، افتكر انك سامحت علشان سلامك النفسي لا اكتر ولا اقل. ربنا يديم عليكم حياتكم في احسن حال مع احبائكم، وما يكتب عليكم الم الفراق الا اذا كان في الخير. ما تنساش بقى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ولو عندك اي سؤال او محتاج ان حد يساعدك ويمشي معاك رحلة التعافي دي، ممكن تسيب لنا رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي اللي تلاقيني سايبها لك في وصف الفيديو. اهم حاجة برضو ما تنساش تشترك في القناة. سلام.